مستمعي إذاعة هيفي FM، أسعد الله أوقاتكم. نقدم لكم فيما يلي النشرة الثقافية. أقام الفنان فيصل إسماعيل معرضا فنيا بعنوان الحرق على الخشب في مركز نوروز لإحياء المجتمع المدني في عمودة. المعرض بدأ من يوم أمس الجمعة وينتهي اليوم السبت الساعة 9 مساء. ولمعرفة تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الفنان فيصل إسماعيل. أستاذ فيصل، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ فيصل، هل لك أن تحدثنا أكثر عن المعرض الذي أقيم في مركز نوروز؟ نعم، في البدء قبل كل شيء أحييكم وأحيي الكادر الفني في إذاعتكم، وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة لي لأعبر فيها خلال هذه الظروف والأيام التاريخية العصيبة التي تمر بها منطقتنا وخاصة مدينتنا الحبيبة قامشل الجريحة. قبل كل شيء أطلب الرحمة للشهداء جميعا والشفاء العاجل للجرحى بمناسبة المقتلة والمجزرة الجماعية التي حدثت لشعبنا الكردي في مدينة القامشلي. إنني في هذه الظروف التاريخية العصيبة أقمت معرضا فنيا يتعلق بالتاريخ الكردي لنثبت لأعدائنا الهمجيين والبربريين والعنصريين من القوميات الأخرى بأننا نحن الكرد أصحاب تاريخ ولغة وأرض، وأننا لا نتزحزح عن أرضنا مهما بلغت التضحيات والتكاليف. وأنني في هذا المعرض تناولت خلال الحقبة التاريخية لما يقارب 100 سنة الشخصيات الثورية والثقافية والفنية التي خدمت شعبنا الكردي، وعلى رأسهم قادات الثورات من الشيخ سعيد بيران إلى البرزانيين إلى البدرخانيين إلى قاضي محمد وإلى آل علي يونس والكثير من الذين قدموا أرواحهم قربانا لاستقلال وحرية شعبنا. كما تناولت في معرضي العديد من الكتاب والشعراء الذين خدموا القضية الكردية، وخاصة على رأسهم جقر خويل وسيداية تيريج وسيداية كلش وأحمد خاني وفقيه طيران وملاي جزيري وأحمد ملنامي والبدرخانيين، وعلى رأسهم المير جلادة بدرخان وعبد الرزاق بدرخان بك ومقداد بدرخان بك. كما أنني تناولت الشهداء وسجناء وحلبشة والأنفال والتضحيات اللي قدمها شعبنا في كردستان الجنوب. قدموا 182 شهيدا في الأفلاد، وخلال دقائق راح ضحية القصف الكيميائي للنظام الدكتاتوري المقبور صدام حسين 5000 من حلبشة. لقد تناولت جميع هذه المواضيع في لوحاتي، وتناولت الكثير من العادات والتقاليد التي تهم فولكلورنا الكردي. إنني بهذه المناسبة أطلب من كافة الأخوة في الفصائل والتنظيمات الكردية رص الصفوف والوحدة، وأؤكد لهم بأن العدو لا يميز ولا يفرق بيننا كأي تنظيم وآخر، وأن العدو مشترك ومصيرنا واحد. ونؤكد على وحدة الأخوة والترابط بين المكونات، وخاصة الكلد الآشوريين، الشعب الكلد الآشوري والسرياني والشعب الأرمني. ونؤكد بأننا نظل متحابين متراصي الصفوف، وأننا نؤكد لهم ولأعدائنا بأن سوريا الديمقراطية التعددية العلمانية ستكون قريبا وسينال كافة مكونات المجتمع في هذا الوطن حقوقه وحريته، والموت والخزي والعار
لأعدائنا الشوفويين، سواء كان من القوميات التركية أو الفرسية أو العربية وما شابههم، وأننا نؤكد بأننا سنظل متشبثين بأرضنا مهما كلفت التضحيات، ولا نتزحزح من أرضنا. وأشكركم. نعم أستاذ فيصل، ماذا يعني عنوان المعرض الحرق على الخشب؟ الحرق على الخشب هذه المهنة بالإضافة إلى عملي كمهندس ميكانيكي كهواية احترفتها من الاتحاد السوفيتي، وجلبت معي جهاز، ومنذ أكثر من 30 أو 35 سنة أعمل في هذا المجال ضمن إمكانياتي المحدودة الخاصة، وأقوم برسم هذه اللوحات الخشبية، حرق على الخشب. طبعا قدر الإمكان أحاول أن أعطي رسالة لشعبي الكردي، ما هو تاريخه، ماذا يجب أن يكون، ما هو المطلوب منه، نحافظ على هذا التاريخ، على الأصالة الكردية. أنا أتكلم معكم من عامودة التي دخلت تاريخنا الكردي بأحرف ذهبية منذ 100 سنة. كانت عامودة منارة للثوريين، للشعراء، للكتاب. أهالي العامودة الأصلاء قدموا التضحيات والمساعدات والمعونة، وفتحوا قلوبهم وبيوتهم لهؤلاء المطلوبين من السلطات والجندرمات التركية، وعاشوا بأمان واستقرار، وكملوا رسالتهم القومية لشعبنا الكردي منذ 100 سنة إلى حد اليوم. إن ثقتنا بأبنائنا في مناطق كردستان سوريا، وخاصة أمثال مدينة عامودة، عظيمة، بأن هؤلاء تربوا على أصالة وقيم الكردية منذ 100 سنة، وسيظلون الأمل لهذا الشعب البطل الصامد في وجه داعش والقاعدة وما أشبه ذلك. نعم أستاذ فيصل، كم عدد اللوحات المعروضة في المعرض؟ عدد اللوحات ما يقارب ما بين الصغيرة والكبيرة 125 لوحة. شكرا لك. أهلا وسهلا. كلمة أخيرة لك أستاذ فيصل. كلمة أخيرة، ما أتمناه من أخوتي في الشعب الكردي وفي المكونات الأخرى أن يعملوا بقلب واحد، بيد واحدة، يرصوا الصفوف لمواجهة الاعتداء الهمجي البربري في القرن 21، والذين يحاولون اقتلاعنا من جذورنا، من تاريخنا، من أرضنا، من لغتنا. نؤكد لهم مرة أخرى بقوة بأننا ندين ونستنكر ونشجب هذه الأعمال البربرية، وأننا طموحين لسوريا الفيدرالية الديمقراطية التعددية، وهذه التعددية وهذه سوريا الديمقراطية التعددية قريبة جدا، وستتحقق وتفشل آمالهم، ويرجعون خازين هؤلاء من جحورهم التي أتوا منها من كافة أصقاع العالم. نعم، شكرا لك أستاذ فيصل إسماعيل، حدثتنا من مدينة عامودة. شكرا لك. وسهلا. أدرجت إدارة موقع الفيسبوك اللغة الأمازيغية كلغة إضافية للائحة النظامية، حيث قامت الإدارة بإضافة الحرف الأمازيغي الذي يدعى تيفيناك إلى لائحة اللغات الخاصة بنظامه، والتي تضم أكثر من 144 لغة أخرى. وأكد أحمد عصيد الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن جعل الأمازيغية لغة مؤسسات في بلدان شمال أفريقيا انطلقت من عملية المعايرة للغة ولحرف الكتابة وإدماجها في نظم المعلوماتية، ويقصد بعملية معايرة اللغة إخضاعها لعمليات تهيئة وتنميط وتقعيد استجابة لحاجات المجتمع والمؤسسات، وذلك في إطار نقلها من وضعية اللهجة أو اللهجات المتداولة شفويا إلى مستوى اللغة المكتوبة والمدرسة. أكد
أكدت الكاتبة السورية إيمان أحمد ونوس في مقالة لها في صحيفة الحياة اللبنانية أن الملتقيات الثورية السورية تتجنب المعضلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، حيث تقول بأن دمشق تشتغل اليوم بحركة أدبية نشطة في أروقة المقاهي والكافيتريات المنتشرة في أزقتها القديمة، مضيفة أن الحكومة السورية تمنع هذه المنتديات الثقافية من الاقتراب من المجال السياسي وتبعاته المختلفة، وتشترط هذه المنتديات عدم الخوض في السياسة، حتى أن إحدى هذه الملتقيات وبعد أن قدم أحد الأدباء نصوصا من فن القصص القصيرة جدا تناول بعضها الوضع السائد بالنقد، تم الاعتذار عما قدم والتخلي عن مسؤوليتهم وتحميلها للأدب نفسه. اكتشفت المؤلفة برناديت مورفي المهتمة بالتاريخ أثناء بحث أجرته لتأليف كتاب جديد عن الفترة الأخيرة من حياة الفنان الهولندي فان كوخ وثيقة جديدة محفوظة في سجل محفوظات أمريكي حول حقيقة قطع هذا الفنان لأذنه ومعضلة هل قطع كوخ كامل أذنه أم جزءا منه. الوثيقة كانت محفوظة كتبها الطبيب فيليكس راي الذي عالج الفنان حينها في مشفى آرل، وتحوي الوثيقة رسما يصور الأذن المشوهة ويبدو فيها طبيا أن الفنان كان بالفعل قد قطع كامل الأذن، وستعرض الرسالة والرسم الذي تحويه لأول مرة أمام الجمهور في معرض متحف فان كوخ الذي سيقام بعنوان على حافة الجنون، والذي سيفتتح في نيويورك وينتهي في 25 أيلول عام 2016. تنضم الوثيقة إلى وثائق أخرى وتحف لم تعرض من قبل في محاولة لإلقاء المزيد من الضوء على مرض فان كوخ النفسي وانتحاره. أوردت مجموعة باني وود التي تمتلك الاستديوهات السينمائية البريطانية الشهيرة التي تم فيها تصوير بعض أفلام جيمس بوند أن من المقرر بيعها لصندوق استثمار عقاري مقابل 323 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 423 مليون دولار. وتمثل باني وود بالنسبة للكثير من البريطانيين العصر الذهبي للسينما البريطانية، وبني الاستوديو الأول من الاستديوهات الأربعة في ثلاثينيات القرن الماضي في موقعه الحالي غرب لندن. كما شيد موقع تصوير أفلام جيمس بوند في باني وود، وهو أكبر مواقع التصوير في أوروبا عام 1976 ميلادي لتصوير مشاهد فيلم جيمس بوند الجاسوس. وإلى جانب الاستديوهات 20 في باني وود تمتلك الشركة استديوهات للتصوير تحت الماء وأخرى للتصوير التلفزيوني وخدمات المونتاج والتسجيلات الصوتية الخاصة بصناعة ألعاب الكمبيوتر. مستمعي هيفي اف ام، انتهت النشرة الثقافية. شكرا لكم ومتابعة ممتعة لباقي فقرات صباح هيفي اف ام.